النهاردة هنعمل القرنبيط المطبوخ. معايا نص قرنبيطة، 4 طماطمات معصورين، نص راس توم، بصلاية كبيرة قطعتها مكعبات. هاخد البصلاية وهحتاج ملح وكمون. هاخد البصلاية دلوقتي احطها على النار مع 3 معالق زيت. البصلة هنا بدأت تاخد لون، هنزل بالثوم. مقدار معلقة صغيرة كمون، وهنزل بالطماطم. هقلبهم مع بعض واقفل عليهم واسيبهم لغايه اما تتسبك. دلوقتي بدأت تغلي، هسيبها لما تتسبك خالص عشان البصلة والثومة تستوي. هي دلوقتي اتسبكت، هزودها شوربة، الشوربة اللي موجودة عندي. دلوقتي زودتها الشوربة دلوقتي بتغلي. هبدأ احط القرنبيط. وهسيبه بقى ياخد في التخديعة دي غلوتين 3 كده. سيبه شوية لغاية ما يشرب التخديعة دي. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. انا ما حطيتش ملح لان الشوربة فيها ملح، والقرنبيط اصلا سلقاه في مية بملح. وبرده لما يبدأ يستوي هدوق، لو محتاج ملح هزوده ملح، بس هو غالبا مش هيحتاج لانه واخد مرتين، مرة من الشوربة ومرة من هو مسلوق بملح، عشان ما يبقاش حادق معاكي. لو هتعمليه من غير شوربة وبمية ممكن تزودي ملح بقى. بدأ يغلي دلوقتي وانا متابعاه. القرنبيط كده خلاص جاهز للتقديم. خفيف وجميل، وهم 3 معالق زيت عملت بيهم الحلة كلها، وحاجة صحية. وبكده القرنبيط جاهز للتقديم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة.